السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بينا بقى نرد على احد المتابعين رد كده حلو وبسيط. وسامحوني انا النهارده مش هعمله، انا هوزعه. يعني هنعمل ايه يا تيتا؟ هقول لكم. جالي من احد المتابعين عايزين نعمل طريقه اطعام بسيطه غير المحشي، يوم ما كنا عاملين محشي وبنوزعه. طب انا النهارده هعمل طريقه اطعام ومجبره ان انا اعمله كده، بس بامانه سهل وبسيط. يلا بينا. وهتعرفوا مجبره ليه؟ علشان انا مش قادره اعمله بايديا. يلا بينا هقول لكم هنعمل ايه. اتفضلوا بقى معانا. وبصوا بقى يا حبيبي، هتجيبي كيس المتين بتاعك زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. اول حاجه هنبدا بيها ونصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. اول حاجه هبدا بيها ازازه زيت وكيس شعريه. يلا بينا. وكيس ملح. يلا يا حلوين. وكيلو من الرز، يبقى كيس شعريه وكيس ملح وكيلو زيت او كيلو الا ربع زيت وايه وكيس رز. ومعانا كمان ايه؟ ده ايه يا عم؟ ده ايه؟ معانا كيلو طماطم. ومعايا كيلو من البطاطس. يلا يا علي، ايه معاك تاني؟ مش كده حاجة. خلاص هربطهم بس كده. استنوا بس. هربطهم كده. يلا يا علي هات بقى الشنطه الثانيه. كده يا حبايبي حاجه بسيطه واطعام بسيط، ولا هتتعبي فيه ولا حاجه. ولو عايزه تعمليه على شهرين هيتعمل معاك على شهرين. كمليه واعمليه على شهرين. وهنا زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي، خلاص انا بقى خلصت الكيس. باقي بقى ايه؟ كيس اللحمه الحلو ده وروح حاطينه كده. وهعدي بقى شنطي وتعالى اقول لكم هنعمل ايه. هنعمل ايه؟ بصوا الشنطه فاتحه ازاي؟ مش همشي بيها في الشارع كده، غطيها بحاجه ايه استوريه كده. هناخد شنطه سمراء ونلفها ونروح نوديها لاصحاب نصيبها. ويلا بينا يا حبايبي بقى نعبي بقيه الكميه ونشوف هنعمل ايه تاني مع بعض. وكده بقى انا عبيت حاجاتي، واشوفكم بقى على خير في فيديو قادم، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.